هتحس ان القصه ما خلصتش رغم ان الفيلم خلص. في الحلقه دي هنفك طلاسم النهايه ونكشف السر ورا الغموض. في شاتر ايلاند لما بتيجي لحظه النهايه بتحس ان عقلك اتقسم نصين. هل ليوناردو كان فعلا مريض وبيتعالج، ولا الجزيره بتتامر عليه عشان تطلعه مجنون؟ هو ده السؤال اللي خلى الناس تعيد الفيلم اكتر من مره، عشان الاجابه مش بالبساطه دي. فيلم شاتر ايلاند واحد من اكتر الافلام اللي فتحت نقاشات لا نهائيه. اخراج مارتن سكورسيزي، بطوله ليوناردو دي كابريو. الفيلم بيحطك جوه دماغ شخصيه مش واضحه بين الوهم والحقيقه، وفي الحلقه دي هنفكرك باحداث النهايه. وتعالى نفكر مع بعض، هل تيدي دانيلز كان مريض فعلا، ولا تعرض لخطه نفسيه عقدته جوه الجزيره؟ في اللحظات الاخيره من شاتر ايلاند اكتشفنا ان كل اللي حصل مع تيدي دانيلز ما كانش مجرد تحقيق عادي. الحقيقه اللي اتقالت في الاخر انه مش مارشال، وانه المريض رقم 67 اللي اسمه الحقيقي اندرو لينز. والمصيبه انه قتل مراته بعد ما لقاها جرقت ولاده. بس هنا بيجي السؤال، هل دي فعلا الحقيقه، ولا تجربه نفسيه عشان يقنعوه انه مجنون؟ والمشهد اللي خلى كل الناس تعيد التفكير هي اخر جمله اتقالت. To live as a monster, or to die as a good man. تعيش كوحش ولا تموت كرجل صالح؟ والرد على السؤال ده، هل هو فعلا مجنون ولا في مؤامره؟ مارتن سكورسيزي ما رضاش يجاوب عليه، عشان عايزك انت اللي تجاوب. ولو عدت الفيلم من اوله هتلاقي ان الحقيقه دايما كانت قدامك، بس انت اللي ما خدتش بالك. من اول مشهد، اول ما بيدخل الجزيره المرضى كلهم بيشاوروا له ويسلموا عليه لانه زميلهم. بعد كده بنشوف تعامل الممرضين نفسهم وهو بيستجوبهم، قاعدين زهقانين من الملل كانهم جوه مسرحيه. انت حتى لو ركزت هتلاقي ان البوليس اللي المفروض في مصيبه ان المريضه اختفت مش بيسعى انه يوصل لها ولا يدوروا عليها. نيجي بقى هنا لنظريه مهمه جدا استخدمها مارتن سكورسيزي، نظريه الميه والنار. الميه دليل على الحقيقه، والنار دليل على الوهم اللي في دماغه. بيبان في اول مشهد لما بيشوف البحر ويكون حاسس بالارهاق الشديد عشان البحر مرتبط بمراته اللي غرقت ولاده، وده حدث بيحاول يهرب منه. على الناحيه الثانيه النار اللي بتعزز له الوهم ان مراته قتلها واحد تاني، وان هو ما عندوش عيال اصلا. عشان كده بنشوف في اي هلاوس بتجيله بتلاقي النار جزء اساسي من الهلاوس دي عشان تعزز له خياله. ونيجي هنا لابداع مارتن سكورسيزي في الكادر ده، بنلاقي ان اندرو وراه حارس، والمريضه اللي بيستجوبها وراها حارس، اما تشيك مفيش وراه اي حد. طبعا مفيش مجال للصدفه هنا، المشهد ده دليل ان زيه زي المريضه. وبكده يبقى جاوبنا على السؤال الاول، طلع فعلا مريض مش في مؤامره ولا حاجه. نيجي بقى لنقطه تانية، هل هو عرف الحقيقه واتعالج، ولا لسه مقتنع بالوهم؟ لازم نعرف ان في مسارين، يا اما لسه مريض يا اما اتعالج. طب لو لسه مريض ايه اللي هيحصل؟ هيضطروا يعملوا له عمليه خطيره جدا، اللي لو نجحت هيشيلوا جزء موت مراته وولاده من ذاكرته، بس لو فشلت وده للاسف النسبه الاكبر هيموت. وهنا بتيجي اخر جمله في الفيلم اللي غيرت كل حاجه، اللي هي Which would be worse? To live as a monster, or to die as a good man? لحد قبلها كنا مفكرين انه لسه مقتنع بالوهم، بس بعدها اكتشفنا انه عاقل، وانه قال كده عشان يقنعهم انه لسه مريض ويعملوا له العمليه اللي لو نجحت هتشيل جزء من ذاكرته تنسيه الحادثه اللي مات فيها مراته وولاده، واللي لو فشلت ودي النسبه الاكبر هيموت. عشان كده هو فضل انه يموت كرجل صالح احسن ما يعيش بالذنب طول حياته زي الوحش. وبكده نكون خلصنا تحليل فيلم شاتر ايلاند. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، سبسكرايب، فعل زر الجرس. قطعها بقى انت عشان المتعه وعايزين نعمله ايه. وما تنساش تشاركونا بارائكم في الكومنتات. سلام. وانا بقلده فشخ يعني باينه تقريبا.